حبيت خطيره غادي نعتمدها. شي كلام خرجت فوندو تان جديد وما نجربوش، اكيد غادي نجربو، اللي هو هذا تاع ديو دون سكين تان تويت اللي فيه سانسكرين 20. هذا ليكيد البنات، الشكل ديالو او لومبالاج ديالو زوين. انا خديت فيه هاد لون نيوت، كاينين فيه تقريبا جميع الالوان ديال كل بشره. اكيد غنخلي لكم الصور. واللي عجبني فيه هو انه ما فيش مواد، يعني ما نضيفينش ليه هرمونات، يعني خالي من الزيوت والمعادن، خالي من الكحول، ما كيديرش حساسيه، يعني نو كومودوجينيك، يعني غادي يناسب حتى البشره الحساسه، وغادي يناسب يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل ديال الهرمونات. يعني شي حاجه اللي زوينه ونقيه، ودايرين هما بانه يعني كيعطي لمسه يعني فينيش، كيخبي شويه المسام. وين كلشي غنشوفوه. واقيلا كثرت كثرت يا اختي كثرت، واش مشكل. غادي نهزو بالسبونج، نديرو بالسبونج ونحيدو، نديرو حتى لهاد الحبه هادي، ندير هنا هكا، لان انا عندي مسام الريحه ديالها عاديه، لانني الريحه اللي ما كنحملش، الحاجه اللي ما كنحملش في الفوندو تاع هذا هي الريحه ديالو. والله جيت نقلب على السبونج ديالي ما لقيتش القطيرات الصغار، الكبار ما عرفت فين درتهم ليا بنتي. واو حبيت، هذا هو الشكل اللي كيعجبني انا في الفندق تاعي. هذه يا بنتي بوحدها. هنا بعد ما دمجتها الصراحه البنات اللي عجبني فيها هو انها كتعطي شكل لمعه في نفس الوقت، يعني فيها ترطيب لهذا داروا بانها الاستعمال اليومي. فيها اكيد حمايه من الشمس كما قلنا 20، يعني ما كافياش، ضروري خاصكم ديروا واقي ديال الشمس تحت منها. انا كيعجبوني لي فوندو تاني ما كيغطوش بزاف وكيبان الوجه طبيعي، كيعجبني انا مكياج يكون طبيعي. شوفوا البنات ما كاينش فرق بزاف، ولكن شوفوا المسام اللي كاينين هنا وما كيبانوا لكم المسام. شوفوا هنا ماشي بزاف، حاجه تغطاو شويه، اكيد النمش داك شويه الاحمرار اللي كاين هنا، عطر ديال الحبوب كيبانوش بحال هنايا. صراحه عجبتني واو حبيت البنات والله، خطيره. كيعجبني هذا الشكل ديال الفوندو تاع اللي كيبانوا طبيعيين، كيخفيو شويه ديال المسام، شويه كيوحدوا اللون، وفي نفس الوقت يعني ما كيغيروكش اوفر او ما كيخليوش البشره يعني مغطيه كامله. العكس كيبانوا العيوب ديال البشره، وهذا الشيء طبيعي لاننا حنا انسان اكيد عندنا عيوب في البشره ديالنا، وفي نفس الوقت تعطي واحد الشكل اللي زوين. شوفوا شويه ديال اللون هنا غير باش نشوفوا مع احمر شفاكي غادي تكون. هذا اللي منه بلاش ومنه مرطب في نفس الوقت، نشوف واش غادي يتزعزع ولا لا من بلاصتها، لان كاين بعض لي فوندو تاع اللي كديري البلاش وكتحرك. بعد ما خليتها واحد شويه مشيت شفت بنتي صبغات ورجعت، لاحظت بحالي انها اندمجت او تخلطات مع الافرازات ديال الدهون ديال البشره ديالي، وهذا ولات كتبان واحد الشكل طبيعي. هاد البلاصه راه مازال ما درت ليها. هنا البنات بعد ساعتين تقريبا، بعد ما وجهي عراق وتحركت وكل شيء، صراحه ما تحركاتش، بقات مرطبه لي وجهي رغم اني ما درت تحت منها لا مرطب لا تونر لا حتى شي حاجه. الديكور تاعها زوين، كتخفي واحد شويه، كتفتح درجه او درجتين على اللون البشره ديالك. المسام الشكل ديالهم والله ما خارج ما والو، عكس بهاد لي فوندو تاع اللي كندير وكنحس بان المسام ديالي داخل فيهم الفوندو تاع وكيبانوا خارجين. لا عادي طبيعي، غير هنا شويه لان عندي اللون هنا شويه غامق على باقي الوجه في هاد البلايص. انا لاحظت شويه تاع التكتل فقط، ولكن بعد مرور ساعتين يعني صراحه وجهي انا كيعرق. ما تنساوش انا وجهي كيعرق، يعني عجبتني صراحه، اكيد غادي نعتمدها وننصحكم بها.